السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الطريقه الاصليه للفريك باللحمه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حلقكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه نقول بسم الله. اكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز، ابتدي ان انا انزل عليها بمعلقتين كبار من السمنه البلدي، وابتدي ان انا انزل عليها بقطع اللحمه. انا مقطعه هنا اللحمه قطع متوسطه الحجم. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واول ما اللحمه بدات تتغير لونها على الناحيتين ببتدي ان انا انزل عليها بحوالي 5 بصلات مقطعاهم مكعبات صغيره بالشكل ده، وانزل عليها بعود قرفه، وانزل عليها ب4 ورقات من ورق اللوري، واقلبها كويس جدا. وننزل على اللحمه ب4 فصوص حبهان بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واول ما البصله تبتدي ان هي تدبل معايا مع اللحمه بالشكل ده ببتدي ان انا انزل عليها بالفلفل اللي انا مقطعاه مكعبات صغيره، واسيب الفلفل ان هو يدبل معانا بالشكل ده. واول ما الفلفل والبصل يبتدوا ان هم يتبلوا معانا بالشكل ده ببتدي ان انا اكون مجهزه معايا طماطم مقطعاها مكعبات صغيره، وابتدي ان انا انزل بالطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات صغيره بالشكل ده على اللحمه، واسيبها ان هي تتسبك كويس جدا. جربوا الفريك بالطريقه دي هتعجبكم جدا. واول ما الطماطم اتسبكت كويس جدا بالشكل ده ببتدي ان انا اكون مجهزه معايا ميه مغليه، وابتدي انزل بيها على اللحمه، واسيب اللحمه تستوي معانا بالشكل ده. بس اهم حاجه ان احنا بنتابع اللحمه. الميه لما بتبتدي ان هي تنقص معانا نبتدي ان احنا نزود الميه حبه بحبه لغايه ما اللحمه تستوي معانا. واول ما اللحمه تبتدي ان هي تدخل على السوا بالشكل ده ببتدي ان انا اكون مجهزه معايا الفريك منقياه كويس جدا ومنضفاه كويس جدا من الاتربه، واسيب الفريك يكون منقوع معايا ليله كامله بالشكل ده، وابتدي ان انا اغسله كويس جدا واصفيه من الميه، وابتدي ان انا انزل بيها على اللحمه بالشكل ده، واقلبها كويس جدا مع اللحمه. واول ما تبتدي ان هي تتشرب معايا من الصلصه ابتدي ان انا انزل عليها بالتوابل. التوابل معايا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه بهارات لحمه، ننزل عليها برشه من بلح جوز الطيب، وننزل عليها بنص معلقه من الكزبره الناشفه، وننزل عليها بالملح، ونقلبها كويس جدا. وكده خلاص الفريك بدا ان هو يتشرب معايا من الصلصه بالشكل ده. ببتدي اكون مجهزه معايا الميه المغليه، وابتدي ان انا انزل بيها على الفريك، واسيب الفريك يستوي معايا كويس جدا، واسيب اللحمه تكمل سواها مع الفريك بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي ان انا انزل عليها بالميه المغليه، وابتدي ان انا اغطي عليها. واول حاجه تاخد معايا غلوه على نار عاليه، بعد كده ببتدي ان انا اوطي النار عليها، يطلع معانا احلى فريك بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الفريك باللحمه جميل ازاي؟ جربوه بالطريقه دي هتعجبكم جدا. نقدر ناكلها بالعيش او نقدر ناكلها بالمعلقه على حسب رغبتكم. جربوا الفريك بالطريقة دي هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.